عندك صعوبة في التحقيق، عندك مشكلة حقيقية انك تجيب الرقم بتاعك، كل شوية بتسمع كلمة قفل على قريتك، مش عارف توصل للندي الحقيقي للدكتور، مش عارف تفتح حوار معاه، مش عارف ترد على اي اعتراض، وبالتالي مش عارف تاخد اي كوميتمنت معاه. مش كده وبس، ده انت كمان محتار احط الصنف الاول في الصيدلية ولا يتكتب الاول، ولو احيانا تحت التصريف بيترفض يقولك ما هو الرف مليان. يبقى كده اتوقع ان عندك مشكله ازاي تبريزنت البرودكت بتاعك، او مشكله في البرسويشن وادواته، ازاي تفتح حوار مع الدكتور، مش عارف ترد ازاي علميا مع الدكتور بدون ما تحرجه وبدون ما تكدبه، مش عارف تاخد كلوزنج، في امور كتيره واقعه اكيد كده من السكيلز اللي عندك، فابقى مأثر عليك في حياتك وبقيت زهقان من الشغلانه وبتفكر 1000 مره تسيبها، ما عدتش مستحمل كلمه لف لفه وتعالى، بقيت الانسنتيف بتاعك بقى حلم او ضرب من المستحيل، وممكن يكون واقع على حاجات بسيطه وانت مش قادر تعملها، وبقى لسان حالك على السوشيال ميديا كلام ما ينفعش يتقال، وبتكره نفسك وتكره الاخرين في الشغلانه دي. عشان كده كان لازم يبقى في حل يساعدك ازاي تقنع اللي حواليك وتاثر على الاخرين، سواء دكتور سواء صيدلي او اسيستنت او اي حد جوه المنظومه، علشان تعرف تجيب رقمك، الا وهو طريقه ازاي اشتغل الشغلانه دي باحترافيه، وهو كورس في كتاب دبل فيزيت اللي يقدر يساعدك ازاي تبرزنت البرودكت بتاعك بشكل احترافي وتحفظ الدكتور من اول زياره، الثلاث اربع زيارات اللي انت كنت بتعملهم ولا حتى 5 علشان يفتكرك او يفتكر البرودكت، صدقني من اول زياره هيفتكرك ويفتح كمان حوار معاك. مش كده وبس، وكمان هتقدر ترد على اي اعتراض هو بيقوله لك بكل سهوله ويسر، وكمان هتقدر تفتح حوار معاه، سواء قال لك انا كتبته، لا انا ما كتبتوش، لا انا نسيت، هتعمل ايه ساعتها؟ وتفتح حوار معاه في كل الاحوال مهما كانت الردود بتاعته. ومش كده وبس، هتقدر توصل لكوميتمنت حقيقي معاه في نهايه الكول، وبالتالي مع نهايه اول شهر من استخدامك للكتاب في جروس واضح وصريح يسمع معاك في البيع، وبالتالي مع نهايه الشهر بتاخد عموم انسنتيف شهري او كوارتر واضح جدا ان شاء الله انك هتحقق، وكمان تاخد الانسنتيف بتاعك. بس خد بالك الكتاب انت محتاج من 3 شهور ل9 شهور علشان تخلص المفاهيم العلميه والتطبيقات العمليه اللي فيه، فبالتالي انت مش بتاخد كتاب، لا انت بتاخد كورس في كتاب يقدر يفهمك من الف للياء فيما يخص الدعايه الطبيه. وعشان اسهل الوقت عليك الكتاب متاح في صورتين، يا هارد كوبي يبقى معاك في شنطتك، لو انت بتحب تقرا من على الموبايل او على التاب موجود برضو الموبايل فيرجن، تقدر تصفحها في اي وقت طول ما انت عايز تقرا. وتخفيفا على اعباء كمان في تدريب هديه تقدر تختاره من مواضيع مختلفه اسيبها لك في اول كومنت. فبالتالي لو انت عايز استقرار في الشغلانه، عايز تحقق، عايز تحس بوجودك، عايز سبيل او اول خطوه في الترقيه وتاخد الكارير باسوي صح في المجال ده، اشتري الكتاب دلوقتي و change before have to، تغير قبل ان يفرض التغيير عليك.